أسعد الله أوقاتكم متابعينا الكرام، ومرحبا بكم في هذه النشرية الجوية الخاصة بأحوال الطقس المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة. وقبل البدء في تفاصيل هذه النشرية يرجى الضغط على لايك وتفعيل الجرس حتى تتمكنوا من معرفة كل جديد حول أحوال الطقس. إذا خلال الساعات القليلة القادمة وبداية من أمسية اليوم الاثنين، تستمر الأمطار بحول الله تعالى في التساقط، وقد تشكل عواصف قوية، وهذا بالسواحل الوسطى والشرقية للوطن، وقد تشكل سيول وفيضانات، وهذا خاصة بولايات جيجل، بجاية، تيزي وزو وسكيكدا. وخلال صبيحة يوم غد الثلاثاء بحول الله تعالى سنسجل أمطار متوسطة إلى غزيرة، وهذا بالولايات الساحلية وقرب الساحلية الوسطى والشرقية للوطن، وخاصة ولايات القالة، الطارف، عنابة، سكيكدا، جيجل، بجاية، بومرداس، تيجي وزو، الجزائر العاصمة، تيبازا والبليدة، وكذلك شمال سطيف، قسنطينة، ميلا، وقالمة، سقهراس، وأم البواقي. أما يوم الأربعاء بحول الله تعالى سينتقل هذا الاضطراب الجوي إلى الولايات الغربية للوطن ببعض القطرات والأمطار المتوسطة، تميز الولايات الغربية الساحلية والداخلية، وبالأخص ولايات البيض، تيارت، سيدي بالعباس، تلمسان، سعيدة، معسكر، وهران، عين تموشنت، مستغانم، وشلف. وخلال هذا الأسبوع بحول الله تعالى سيتم أيضا تسجيل أجواء شتوية باردة بامتياز، وهذا على كافة المناطق الشمالية للوطن، أين سيتم تسجيل درجات حرارة منخفضة تصل إلى 5 درجات بالولايات الداخلية والمرتفعات العالية، خاصة الولايات الداخلية الشرقية، 7 درجات مئوية بالولايات الداخلية الوسطى والغربية، كذلك الولايات الساحلية وقرب الساحلية. وخلال ظهيرة الغد بحول الله تعالى قد تنخفض درجات الحرارة إلى غاية 9 درجات مئوية فقط. أما ليلة الأربعاء إلى فجر الخميس بحول الله قد تزداد الأجواء برودة على أغلب الولايات الشمالية للوطن، وقد تصل إلى غاية 4 درجات مئوية فقط، وهذا بالجبال والمرتفعات العالية. أما بالنسبة للرياح المتوقعة خلال نفس الفترة سنسجل تطاير كثيف للرمال، وهذا بالأخص على الولايات الغربية الصحراوية، وقد تصل سرعة هذه الرياح إلى 80 كيلومتر في الساعة يوم الخميس على معظم الولايات الشمالية للوطن. هذا ويبقى العلم لله وحده.